مثل اليوم، وحرصنا أن تتنوع الأمثال بين قصة وبين مثل وبين مثل فصيح ومثل عامي. المثل اليوم عندنا يقول الذيب مغبوط لو كان جائع. الذيب مغبوط لو كان جائع. الآن الحسد والغبطة عند العامة تعريفها واحد، يعني لا تروحون أنتم للاصطلاح العربي. مغبوط يعني محسود، الذيب محسود لو كان جائع. نفس المثل ينسحب على يقولون يحسدون الأعمى على كبر عيونه، ويقولون برضه يحسدون الفقير على موتة الجمعة. يعني أنت ما أنت بسالم من الناس، سواء عندك شيء ولا ما عندك شيء. والذيب دائما محسود، حتى لو يمر عليك وهو حالته يرثى لها وفيه من الهزل والتعب، مغبوط للنسمة ذيب. لذلك في القرآن الكريم من شر حاسد إذا حسد، فلم يقل الحق من شر حاسد، لكن من شر حاسد إذا مارس الحسد. ولا الإنسان بطبيعته حاسد، لكن إذا حسد تعوذنا من شره. لذلك ما خلا جسد من حسد، الكريم يخفيه واللئيم يبديه. فأنت كإنسان لن تسلم من الحسد، سواء لو ما عندك شيء. فتلقى ناس يعني عندهم ملايين وعندهم مرصدة، ويشوفون مثلا أبو نايف قال قصيدة جميلة احسدوه، جميل. يشوفون حسن ووفقها الله في مشروع فني ولا شيء احسدوه، رغم ان عندهم الدنيا كلها. يعطونا الدنيا ذي ونعطيهم القصيدة. خلاص. ومع ذلك مو يعني مقاضينك، يعني ياخذون ويعطون. لذلك الانسان دائما يكيف نفسه على ان الحسد فطرة في الانسان ومعرض لها كل واحد. لذلك الذيب مغبوط لو كان جائع، والذيب حظه ردي، يعني الناس يطردونه والعالم تبي ترميه وتبي تذبحه وما سوى شيء في الجبل بس يكفيك ولا خلوه علشان اسمه يعجبك الذيب. عموما الذيب عندها اساطير، يقولون ان عين واحده حمراء وعين بيضاء، وانا شاهدتها. اللي بيروح حديقه الحيوان اذا كانت الذئاب عاده مثل الاول بيلقى صدق واحده من عيونها حمراء لون احمر والاخرى بيضاء. صدق والله لو يركزونهم. لذلك هم فعلوا الاسطوره اللي تقول ان الذيب يرقد بعين واحده. ما ادري انا، لكن حمله سهران طول الوقت.